السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك المخرج الكبير حمادة عنترة؟ انا تمام. حضرتك الناس كلها دلوني عليك وقالوا لي ان انت المخرج الوحيد اللي هتخليني امثل. حبيبي انت مثلت قبل كده؟ لا، اول مرة بصراحة. تمام، هختبرك شويه اختبارات كده، ولو نجحت في الاختبارات ديت اعتبر نفسك معايا في التمثيل. ماشي، اختبرني براحتك. تمام، اعمل نفسك سقعان كده. بس الجو دلوقتي مش ساعة. لا اسمع الكلام بقى. ماشي. عاش، برافو يا احمد، برافو. اعمل نفسك حرام بقى. بس الجو مش حر. اسمع الكلام قلت لك. حاضر. يا الجو حر قوي، اقلع التيشيرت ولا ايه؟ هايل هايل يا احمد. لا خلي بالك، انا هنجح في كل الاختبارات لان انا بمثل من وانا لسه بيبي صغير. عاش، اعمل نفسك عبيط بقى. لا ايه ده، انت جبنا تهزقنا هنا ولا ايه؟ اللي اعمل نفسك عبيط دي يا عم، انت مجنون ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ طب اعمل نفسك جعان. ايه ده؟ انت كده بتاكل يعني؟ باكل في التيشيرت، جعان يعني. طب اعمل نفسك شبعان بقى. الحمد لله اكلت التيشيرت كله. كده شبعت يعني خلاص؟ الحمد لله. مرفوض يا احمد، ومش هتمثل معايا، واعتبر نفسك بره التمثيل كله اصلا. ايه ده يا عم؟ ده في ايه يابا؟ الله، ما انا نجحت يابا في كل الاختبارات اللي انت اديتها لي، وعمال اقول لك انت مخرج كبير كبير، ولا كبير ولا نيله، ده انت تعبان. اللي اعمل نفسك سعان، اعمل نفسك حران، اعمل نفسك جعان. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ الله، المفروض تديني دور بطوله اضرب ناس على طول، اول ما اخش اضرب على طول. ايه يابا في ايه يابا؟ ايه يا عم الادوار المعفنه دي؟ واعمل نفسك عبيط. انا عبيط؟ ده انت اللي عبيط. انا اللي عبيط؟ انت اللي عبيط بقى، ما تفهمش حاجه في الاخراج. خلي بالك انا اكبر مخرج في مصر كلها. يا عم اقعد بقى، بلا اكبر مخرج في مصر. انا سامع ان انت مطرود من نص الافلام مصر، كل ما تيجي تخرج لحد يمشيك. يا عم اقعد بقى، ما بتعرفش تعمل حاجه. واقول لك على حاجه، انتظرني، هبقى رقم 1 في مصر في التمثيل. بقابلني يا حبيبي. هل اعمل نفسك سعان وحران؟ بقابلني.